تعالوا احكي لكم ازاي هعمل اطيب واشهى ورق عنب ممكن تدوقوه في حياتكم. هنحتاج بصلتين وفلفل كوبي، هنضربهم كلهم كويس جدا في الكبة لحد ما ينعموا بالشكل ده. وهنقطع الخضرة حتت صغيرة، وفي حلة على النار هننزل بشوية من الزيت وننزل عليهم بالفلفل والبصل. واول ما البصل يدبل هننزل عليه بعصير الطماطم ونقلب كله كويس مع بعض. ننزل بمعلقة كبيرة من معجون الطماطم. البهارات بتاعتنا معلقة صغيرة من كل حاجة، ملح، فلفل، كزبرة، كمون. ونقلب كله كويس مع بعض. نص معلقة صغيرة من السكر، وكمان ما ننساش رشة النعناع بتودي خلطة المحشي في حتة تانية. هنسيبها تتسبك، ولما تبرد هننزل عليها بمعيار الرز وعليهم الخضرة. هسيب لكم كل التفاصيل في الكابشن تحت. ريحتها تجنن. هنحط ورق زبدة في الحلة من تحت، وعليها شرايح من البصل وشرايح من الطماطم، ونبدأ نجهز ورق العنب. ودي اسهل طريقة ممكن تلفوا بيها. بتحط ورق العنب على الكاتنج بورد وتساووا الرز بالشكل ده كده، وتخلوا سمك الرز رفيع، وما تكتروش الرز لان هو بيكبر في السوا. وتلفوها بنفس الطريقة دي هتطلع معاكم مظبوطة ورفيعة وشكلها حلو جدا. مفيش اجمل ولا اسهل من كده. نخلص كل الكمية اللي معانا بالشكل ده. الشوربة اللي هنسقي بيها ورق العنب بنحط عليها عصير نص ليمونة، والحاجة اللي بتفرق جدا في الطعم هو دبس الرمان. هننزل على الشوربة بشوية من دبس الرمان، وطبعا بنكون ظابطين ملح الشوربة وتوابلها، ونسيبها على النار لحد ما تغلي. وبعد كده نبدأ نسقي ورق العنب. هنغطي ورق العنب بالشوربة لحد فوق خالص زي ما انتوا شايفين كده. بنغطي وش ورق العنب كله. هنحرك الحلة بالشكل ده علشان الشوربة تتوزع حلو. واول ما تغلي هنغطيه بالفويل ونسيبه على نار عالية ربع ساعة، وبعد كده ننقله على نار هادية لمدة نص ساعة، ونفتح عليه وهتشموا احلى ريحة وهتاكلوا اطيب ورق عنب والطعم يجنن. ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب للقناة، واهم حاجة كومنتات كتير علشان تشجعوني اكمل وتكتبولي رأيكم في الوصفة النهاردة. اشوفكم على خير الفيديو الجاي، وباي باي.